عاملين ايه يا جدعان؟ بتر كلكم افتحي جديد. سهل تبقى ذكر بس صعب تبقى راجل، مش سهل تبقى جنتلمان. عمرك شفت عيل من جين زي بيفتح الباب لواحده وقال لها ليديز فيرست؟ معانا شويه رجاله النهارده، رجاله قوي، هيعلمونا ازاي نبقوا رجاله بجد. واولهم واحد اسمه الدون. انا عايزك تبقى ماشي حاسس ان انت سلاح، فاهم؟ سلاح لكل الشله اللي حواليك. انت لو حد فتح بقه الشله اللي حواليك دي كلها في حمايتك. ده اللي انا عايزه. عايزك لما تخش تحس ان انت كده ايه، ساحب الطاقه اللي حواليك كلها ليك انت. فاهم قصدي ايه؟ فاهم؟ خلي عندك اورا كده وانت ماشي. انا بقول لك الكلام ده لان انا عايز اخويا يبقى كده، انا عايزك انت كمان تبقى كده. انا بحس بالطاقه دي لما بخش في اي حته. لو انت ماشي مع شله وحاسس انك محمي منهم، فانت كده مش ونش في عيون الدون. لازم تبقى انت اللي متصدر في اي مشكله، والشله كلها واقفه ورا ظهرك بابا خليك ونش في عيون الدون. طالما انا ما قلتش ان النهارده اجازه يبقى النهارده مش اجازه. ما حدش قال لك ان انت ما تنزلش الجيم. احب انا قوي لما الدوله تبقى مديه اجازه عشان الاحوال الجويه، وانا والوحوش نازلين ناخد تمرينه مفتريه. هو انت مش لازم تتكلم كده عشان تبان ناشف وراجل. انا بحس الدول لما يخلص فيديو من فيديوهاته بيعمل كده. بص لي كويس وانت عارف ان ده مكانك وان انت هتفضل على طول تحت. مش فاهم اصلا انت حطيتني تحت كرسي العربيه عشان تقول لي كده؟ بطل هزار يا اسطى وطلعني فوق تاني واتكلم براحتك. مش ممكن اكمل الكلام معاك وانت باصص لي كده. قول لي يا حبيب قلبي، ايه رايك في لحظه الادراك ان المشكله ما طلعتش في الشيطان، المشكله فيك انت؟ احساسك بايه بقى لما انت عرفت ان القذاره والوساخه دي كلها جواك انت؟ انت نفسك ضعيفه حتى والشيطان مش موجود، وده انت من جواك. مش عايز تبقى قدوه لابنك، هتفضل على طول مكانك تحت. انت بتحب تفضل تحت يا عره. تاني طلعني فوق يا اسطى، نغير الجو شويه. كمان ايه عره دي يا دود؟ الكلمه دي بتاعت اي ست عدت ال 50 سنه حست ان في حد لمسها في المواصلات، بس ما تطلعش منك انت. احساس لما ابوك يبقى فخور بيك وامك تبقى راضيه عنك واخواتك يكونوا بيتحاموا فيك. مزيك يا باشا، مزيك. كلنا بنقول مزيكا يا باشا مزيكا، وبنتكلم كده وبنحس نفس الاحساس ده. انا مش عارف بصراحه هو ليه الدون لازم يبقى حد في حياته بيتحامى فيه. يعني انت لو صاحبه وحاسس ان انت ممكن تدافع عن نفسك ومش محتاج ان حد يدافع عنك، هيقطع علاقته بيك. معانا بقى الراجل قوي، اكتر حد عرف يشقط بنات الاندر ايدج من التيك توك. الكابل اللي بيبقوا خارجين في ديت والولد اللي بيخلي البنت تدفع له. انا عايز اسالك سؤال، هي بتجيلك امتى؟ ما اصل مش معقول. فين الرجوله؟ فين النخوه؟ فين احساس الرجوله؟ الحاجات دي ما بتحصلش غير في حالات نادره، حالات طارئه. المحفظه وقعت منك، في حاجه غلط في الموضوع مش في ايدك اصلا. وعلى فكره هتعرف تتصرف، بس اهو بنمشي الدنيا. اعذرني ابعد وغصب عني. الفيديو ده نداء لاي بنت مش معاها فلوس تشرب ماتشا وبوبا ومش معاها فلوس عامه، فالحل انك تنزلي مع محمد السيسي، هو هيحاسب لك. خدتوا بالكم برضو من السؤال اللي هو هتجيلك امتى؟ هي بتجيلك امتى؟ اللي هو مستغرب قوي، اللي هو في رجاله بيعملوا كلام بجد. تعالى اوريكم البنات الجعانه اللي محمد سقطهم من الفيديو دوت. البت دي بتقول له جامد عاش، كنت عايزه اتجوزك، بقيت عايزه اتجوزك برو ماكس. وساره بتقول له انا بحب صوتك قوي، وايموجي الضحك وجنبه قلب. انا الايموجين دولت لما يتحطوا ورا بعض بيعصبوني جامد. انت بتقول لي بقينا بنقول على حاجات وهي الطبيعه اصلا، اللي هو ازاي بتتكلموا في حاجه زي دي اصلا؟ ده الطبيعي. عامه الف مبروك يا اخويا، زمانك خاربها ديتس دلوقتي وخارب بيتك طبعا عشان انت هتدفع لكل دول. دايما بسمع مين وزير الرياء، بس اول مره اشوفه. ازاي صورت الفيديو ده اصلا؟ يعني انت في نص الركعه الثانيه قلت افتح التليفون اعمل تيك توك؟ يعني يمكن واحده بتحب الباد بوي اللي بيصلي. يا جدعان انا مش صح لما احط الفيديو ده معايا والله. قاعده تتسحري مع اهلك ومتحمسه ليوم جديد من الصيام. مريم وهي جايه تحولك لانبوستر في ثانيه الا ثانيه. بص يا اسطى فكك من الفكره اللي انتوا بتتكلموا عنها في الفيديو، بس يعني حتى لو حد يعمل الفيديو دوت فمش انت وصاحبك، فاكيد هتبقى بنت. يعني انتوا ليه عاملين الفيديو كانكم فعلا متضايقين من الموضوع، او انت عايز توصل رساله انك حاسس بالبنات قوي، وان صدقيني لو انت اتحولت لانبوستر في اي يوم فانا هبقى حاسس بيكي وجنبك لحد ما تبقى زي الفل. خلاص يا اسطى انا مكسوف لك وربنا يا ابني اللي انت بتعمله انت وصاحبك ده. طب يا جدعان انا لسه مكتشف ان هم عاملين سلسله من الفيديوهات دي. الناس الطبيعيه بيجي لهم كل شهر مره، هم بيجي لهم كل فيديو. طيب نتعلم بقى ازاي نلبس زي الرجاله. محمود كامل بيعلمنا الرجاله ازاي بتلبس. اي اوتفيت بره محمود فانت كده فين بوي. الرجاله بتعرف تلبس بارت 2، سلسله فيديوز هعلم فيهم الرجاله ازاي تلبس. الفتره الاخيره كنت كارف للكونتنت عشان كنت بمتحن. اللي ما يعرفش انا في كليه الطب، ده الطبيعي عندنا للاسف. وده كان شكل الاوتفيت، مستني رايكم، هظبطكم انا في الشتاء السنه دي. وبالنسبه للصورم اللي مش عاجبه لبسي، ايه الخرا ده؟ مش عايزين نبقى رجاله خلاص؟ يعني لو ده لبس رجاله يعني اصلا انت حرفيا لابس اللبس اللي بنلبسه لما الشاي يتكب علينا فبنلبس اي حاجه تقد الغلط. تنزل ازاي كده اصلا؟ عندي ديت، تعال نشوف هلبس ايه. قعدت افكر شويه، لقيت مزاجي رايح للاولد ماني، يعني حاجه شبه كده
او كده. وده القميص اللي في الصورة، وده البنطلون تلبيسه وايد ليج زي الصورة بالظبط. انا كنت بفكر انزل كده عموما. وده شكل الاوتفيت، طبيعي جدا مفيش تفاصيل كتير وشيك، بس حبيت اجرب احط القميص جوه. حاسس كده احسن. يبقوا عرفوني في الكومنتات. حاسسني شبه جو جولدبرج النهارده. يا اسطى انت ازاي قلت كده؟ انت شبهه فعلا يعني، مش شبهه قوي يعني، بس فيك شبه منه يا حبيبي. جيت ريدي وذ مي. عندي مناسبة وعايز البس بدلة مختلفة. اخترت بدلة لونها بيج وهي قميص بينك. كنت عايز ابان شيك ومختلف اليوم ده. ده كان فت القميص والبنطلون، حطيت السبلاش بتاعي، وده كان الفاينل لوك. بص انت نجحت في حاجه من الاثنين، انت بقيت مختلف، بس الشيك دي ما حصلتش ولا هتحصل. وبلاش يا اسطى النظرات الشهوانيه دي. الجيت ريدي وذ يو بتاعتك ديت مش مريحه نهائي. تخيل حد لابس قميص بينك وبيبص لك كده. الرجالة بتعرف تلبس بارت 1، سلسلة فيديوز هوريكم فيها قد ايه انا شيك، واديكم افكار كمان. هنا مستني الواد اللي هيكتب لي اني ما بعرفش البس. خليك في الاوفر سايز يا اسطى وبلكني. المهم لبست الاوتفيت، وهنا كنت باصص للواد الاصفر اللي هيكتب لي اني بجز على سنين عشان ابين جيفاي. بلكني انت كمان. حطيت البرفيوم والبودي سبلاش، واخترت الساعة دي، والاوتفيت كان يا اسطى لبسك عادي فشخ، لبسك زي لبس اي حد بيروح الشغل 12 ساعه بيرجع جايب بطيخه وفي الاخر بتطلع قرعه. نفسي اعرف مين اللي عينك تعلمنا ازاي نلبس. معانا بقى باسم ايمن، راجل قوي برضه، ارجل واحد في العربيه بتاعته. الست الغبية هتخلي الراجل اللي معاها يغير عليها، والست الذكية هتخلي كل الرجالة تغير من الراجل اللي معاها. ما تعروناش. ما تعروناش. عرك ليه يا اسطى؟ انت مين؟ ومسحه النضاره يعني تراني اقول كلام مهم. مش عارف بصراحه، انا مش قادر افهم كلامك بشكل صح. يعني الست تخليهم يغيروا من الراجل ليه كده؟ وهيبقى مش عارف، بس يعني ما حدش يعمل كده يا بنات. هل انا والمرأة اعداء؟ يعني انا لما اقول لها ما تمشيش مع رجاله كتير وتخلي بالك بتدخلي مين حياتك، لما اقول لها ما تلبسيش لبس مفتوح الناس هتبص عليكي، لما اقول لها ما تطلعيش ترقصي للناس على السوشيال ميديا كلام الناس ما بيرحمش، لما اقول لها خلي بالك من قيمتك وشكلك وماضيكي عشان الراجل الصح يجيلك. اه يا باسم يا ايمن، انا مش عارف اخد كلامك بجد ولا عارف اركز من الوضعيه اللي انت بتكلمني بيها. ليه اسمع نصيحه واحد حاططني تحت بطن بيقول انا مش عدو المرأة؟ وعامه خلاص يا عم خف كلام، عرفنا انك راجل شرقي ودمك حامي. انت لحد ما تفهم ان معظم البنات زي الاطفال مش هتفلح في حياتك معاهم. بتروح تعملها راس براس وتجادلها في كل حاجة، هتتشل ومش هنعرف نعالجك. هما بيتولدوا يعملوا مصيبة فالناس تطبطب عليهم. معلش يا حبيبتي فداكي. فلما تيجي تعمل كارثة وانت تواجهها هتعيط لك. البنات كتاكيت قوي، البنات مجنونه يا باسم، اطفال بقى واشياء. انت فاهم؟ ويا ابني انت بتتكلم كده ليه لازم تفشخ ترابيسك كده؟ هما بيتولدوا يعملوا مصيبة فالناس تطبطب عليهم. يعني الست عشان تكون اتراكتيف في عيون الراجل لازم تكون ما مشيتش مع رجاله كتير، انما الراجل عشان يكون اتراكتيف في عيون الست لازم يكون ماشي مع ستات كتير. غريبه الدنيا دي برضه. اه والله عشان تبقى اتراكتيف لازم تبقى توكسي. واد كده ملوش حل، واد نسوانجي كده. والله انا حاسس انك ما بتحبش البنات في الاخر اصلا. انا شكلي هتكنسل بعد الفيديو ده وربنا. انا عامل له الكلام ما يصحش يتقال. بس كده يا جدعان نكون قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخش سيرفر الديسكورد. وبس كده، سلام. احب انا قوي لما الدولة تبقى مدية اجازة عشان الاحوال الجوية، وانا والوحوش نازلين ناخد تمرينة مفترية.